السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام دهب وكنزي. يا ريت اول مرة لو حد بيشوفنا ما ينساش يعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين، اخواتي وحبايبي في الله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اخواتي وحبايبي الناس الجميلة بحبكم طبعا في الله. شايفين؟ قولوا شايفين. طبعا بشكر كل اخواتي الناس الجميلة اللي دايما بتسأل عليا على الخاص وبتطمن عليا وعلى والدتي. كتر خيركم جدا جدا جدا. يا ربي ما اشوفش فيكم اي مرض، ما اشوفش فيكم اي شر. اخواتي وحبايبي في الله الناس الجميله واخواتي اللي بتكتب لي كومنت حلو واللي بتحط لي لايك، كتر خيركم جدا جدا جدا. يجعل بيوتكم كلها مستوره مليانه بالعمار. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا الناس الجميله. طبعا بشكر كل واحد او كل واحده اطمنت على ماما. كتر خيركم انتوا طبعا اخواتي وبجد جميل مش هنساكم طول العمر. اللي انتوا دايما فاكريني وغيابي بتسالوا عن غيابي وبتسالوا عن مامتي. كتر خيركم يا رب، يا رب المرض ما يخش جسمكم ابدا. طبعا يا حبايب قلبي مش عاوزه اطول عليكم عشان اخش على الفيديو على طول. بصوا يا حبايب قلبي انا عامله غدا بسيط على قد الايد يستاهل باكل جميل يا حبايب قلبي. شايفين؟ قولوا شايفين وصلوا على النبي كده في الكومنتات واذكروا ليه. عامله ايه يا حبايبي النهارده؟ عامله غدا كشري زي ما انتم ما شايفين طبعا، باين اهو في الفيديو. طبعا عامله كشري اللي هو طبعا بالرز والتقليه والعدس والكلام دوت. طبعا كان غدا دوت، قلت طبعا هصوره لكم يا احلى اخوات في الدنيا. ده طبعا طبق ايه؟ شايفين؟ قولوا شايفين. وطبق ده طبعا بتاع كنزي بتاع دهب. ده بتاع كنزي يا حبايب قلبي زي ما انتم عارفين. قبل كده قلت لكم في الفيديو كان كنزي ما بتاكلش بالدمعه. ده طبق كنزي يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين. طبعا هي حاجه غريبه وكل الناس مستغربه الناس بتاكل ازاي الكشري من غير دمعه. بنتي اللي بتاكله يا جماعه من غير دمعه. بنتي من صغرها وهي بتاكل المكرونه والكشري من غير دمعه. فده من صغرها مش حاجه جديده. شايفين؟ قولوا شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. قولوا الكنزي ما ينفعش الكشري الا بالدمعه يا كنزي. والصلصه لازم تاكليه بالصلصه. حاولوا تشجعوها يا اخواتي. انتوا شجعتوها قبل كده ما كانتش بتاكل الفراخ. لما قعدتوا تكتبوا لها في الكومنتات اكلت الفراخ. وعبال يا رب ما تاكل اللحمه كمان. وعبال ما تحط الصلصه طبعا على الكشري يا اخواتي. شايفين؟ ده طبق دهب. ده طبق يا احلى اخوات في الدنيا. ده طبق سيوفة الجميل يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين؟ قولوا شايفين. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ ده طبعا طبق التقليه. طبعا انا جايبه طبق التقليه جنبيه عشان اللي عاوز يزود تقليه يزود. طبعا ما ننساش الشطه الجميله يا حبايب قلبي. ده طبق شطه بقى ايه؟ عاوزه اقول لكم شطه اسواني ملهلبه ملهلبه ملهلبه. يعني نقطه منها عاوزه اقول لكم يعني صاروخ. طبعا الحمص طبعا الكشري ما يحلاش طبعا يعني جنبيه الحمص. انا عايزه اوضح لكم بس. طبعا الحمص الكشري يا اخواتي ما بيحلاش الا بالحمص الشام. ده الحمص يا حبايب قلبي. دي كوبايه سيف، كوبايه دهب، كوبايه كنزي، كوبايتي يا اخواتي. شايفين؟ قولوا شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا الحمص انا بوضح لكم الكوبايه من تحت اهي يا اخواتي. ايه رايكم في الكشري بتاعي الجميل والغدا بتاعنا المتواضع يا احلى اخوات في الدنيا اخواتي وحبايبي في الله؟ طبعا عاوزه بقى تعليقاتكم وايه رايكم في شكل الطبق ومنظر الطبق. وبتحبوا الكشري المصري زينا يا احلى اخوات في الدنيا؟ ده الكشري المصري الاصيل بتاع زمان يا احلى اخوات في الدنيا. اكتبوا لي بقى في التعليقات بتحبوا الكشري ولا لا، وايه رايكم في منظر الطبق. وعاوزاكم تشجعوا كنزي لان انتوا زي ما انتم شايفين بتاكل الكشري من غير الصلصه يا اخواتي. محتاجه رايكم في الكومنتات ومحتاجه ان انتوا تشجعوها. قولوا يا كنزي ما ينفعش كده، لازم تحط على الكشري صلصه لان هي بتسمع كلامكم يا حبايبي واخواتي ومتابعيني الناس الجميله. طبعا انا مش بعتبركم متابعين، انا بعتبركم اهلي واخواتي. فهي كنزي طبعا بتحبكم كلكم وبتسمع كلامكم. شجعوها في الكومنتات كده يا احلى اخوات في الدنيا. مش عاوزه اطول عليكم يا احلى اخوات. هستنى تعليقاتكم الجميله. والتاني مره والاخر يوم في عمري هشكر كل الناس اللي بتطمن على ماما. كتر خيركم جدا جدا جدا. محتاجه دعواتكم لماما ان ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يتالم ولم يتكلم. اللي هم امين يا رب العالمين. اخواتي وحبايبي في الله هستنى تعليقاتكم الجميله. مش هطول عليكم احلى يعني اكتر من كده يا اخواتي. يلا بقى هستنى تعليقاتكم واقول لكم هتوحشوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.